لما حصل هجوم المغول على بلاد الشرق بداية من العراق إلى بلاد الشام، استقدمت مصر أو استقبلت مصر أفواج طويلة عريضة من المهاجرين. طبعا الطوفان ده من قبل المغول. يعني الموضوع ده بسبب ايه؟ عندنا الحملات الصليبيه، عندنا الحملات اللي كان بيقوم بيها الخوارزميين الطيبين الفاتحين الكويسين اللي كانوا بيحاربوا المغول. محدش كان بيحكي عنهم ان هم كانوا بيخشوا بلاد ديار بكر والشام يسرقوا الناس المسلمين عشان يجاهدوا. وهيجيب فلوس منين؟ ما عندوش الا المسلمين يخش. الراجل المكافح المجاهد سبيل الله الخوارزمي شاه الطيب ابن الحلال الحلو السكره. انا بشوف بسبح بحمده. القصد فكان عشان يجيب فلوس يروح فين؟ يخش على بلاد المسلمين. طبعا الاهالي ضجت، اهالي الشام ضجت. فتظهر هنا مكانه مصر. طبعا انا والله ما بشكر فيه، بس انتوا شايفين بعينكم اللي بيحصل. الحمد لله رب العالمين ما فيش بينا لاجئ. كله صاحب بيت وبيجي ينورنا فوق راسنا، والارض بتساعد الكل. وعلى ان احنا مش شعب غني، احنا شعب فقير وطول عمرنا فقراء. ما فيش علينا يعني. لكن تمر السنين تلاقي ان البيت مفتوح للجميع بيساعد الكل. طيب تعالوا نقعد نحكي حكايه الخلاف.